السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رجعت لكم فيديو جديد مع وصفة طريقة تحضير البيتزا. هنا في الإناء نديرو حليب دافي حوالي 250 ميغرام، وهنا غنزيدو معلقة ديال سنيدة ما عمرش بزاف، ومعلقة د الملحة كبيرة ما يكونوش عامرين بزاف، ومن بعد غنضيفو ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية. هنا غنديرو هنا، ومن بعد غنخلطو دوك العناصر وغنزيدو الزيت. غنزيدو الزيت هو الاول حوالي 70 ميغرام 70 غرام 70 غرام تقريبا، يعني كاس لاروب. وهنا غنديرو الماء دافي، الماء حوالي 250 غرام تقريبا. والماء الماء حاولوا انكم ما تزيدوش الماء بزاف، لان باش الطحين تجمع ليكم. هنا درنا دانون، حيت الا كثرتو الماء غتخوض الطحين غتحتاجو واحد الكونتيتي كثيره ديال الطحين، فمن الاحسن هنا ديرو دانون. هاد الدانون تيعطي واحد الطراوه في هاد العجينه ديال البيتزا، وجربوها وما غتندموش والله العظيم قسما بالله. فهاد العواشة رائعه، عجينه رائعه، وخرجت لي واحد الكميات وفيره يعني. هنا غنديرو الطحين. هنا الطحين كيف تنقول لكم تقريبا على حسب الخليط، تقدر تحتاجو كيلو، تقدر تحتاجو فهمتي على حسب فهمتي الخليط ديالكم على حسب الكونتيتي اللي غديرو نتوما. تقدروا نتوما بغيتو دوبلو هادشي تقدر يجيكم كثر فهمتي. هنا كيفاش العجين شتي، وهنا غنحاول نخلي ما تجيش عاوتاني مجموعه بزاف ما بين وبين. هنا غنديرو لها لابيفين وغنخليوها ترتاح العجين حتى تضاعف الحجم ديالها وترتاح في نفس الوقت، باش نمشيو نحضرو الحشوة. هنا الحشوة انا اختاريت انني ندير الكفتة، نتوما اختياراتكم شنو بغيتو ديرو. هنا عندنا الكركم، عندنا القزبر ربيع عفوا، ملحة، كمون، الثومه، يعني داكشي كله ديال اللي تنديرو في الكفتة. الثومه ها هي عفوا، وتحميره، وصافي تنحاول نخلط هذيك الكفتة وندخل ديك العناصر في الكفتة. صافي هنا غنخليها الى جانب، وغنمشي ندير هنا البصلة. بالنسبة عندي الزيت، انا استعملت زيت العود، عندي زيت العود، وغنحاول ان ديك البصلة غنديرها نطيحها في المقلة حتى تبان لي دبالت، مع شويه طبعا مع شويه البزار وشويه الملحه. انا تقريبا بصله وحده كبيره، يعني ما غتفوتوهاش. نتوما بغيتو ديروا بصله صغيره ديروا، ماشي بالضروره انني اختياري. هنا الملحه شويه، ما تنكترش انا الملح، لان اصلا عندي الكفته مالحه. وعندي غندير الفرماج ديال بدون ذكر اسم، الفرماج ديال البيتزا. هنا غنخلطو بزار، نحركو داكشي مزيان حتى تبان لينا ديك البصله دبالت. هنا من بعد من دبالت لينا البصله، هنا غنبدا ومن بعد تنلوح هذيك الكفته اللي كنت خلطت قبيله، ونلوحها ونبدا نخلط حتى تبان لي انها تخلطات مزيان وطابت، ونبقى نمعس فيها حتى تطلق. انا بغيتها تكون فرتة بحال هكا. هنا في الاخر اختيار تنزيد الزعتر تيبقى نتوما بعد ما غسلتو، وغنديرو في الحشوه. صافي غنخلط داكشي مزيان. صافي هنا
وأنا نحاول أنني ما نخليها شوية ما ناشفاش مزيان، حيت أصلًا باقا غتدخل الفرن. هنا العجين ديالي كي شفتوها هي انتفخات وضاعف الحجم ديالها، هنا غنبدا ندخل فيها داك الهواء وندير الطحين باش ما تلتصقش ليا. صافي غنبدا نجمع في العجين. صافي نحيدها وهنا نديرها هنا ونبدا نجمع فيها شوية طحين حتى ما تتبقاش تلتصق، وتكون العجين رخوة رطبة ما تكونش قاصحة. هنا غندير الطحين على سطح العمل فين غنخدم، وهنا أنا أصلًا غنحتاج غير النصف ديالها، ما غنحتاجش هاد الكونتيتي كلها. يعني أنا الكمية اللي غندير لكم غتخرج لكم كمية كتيرة. أنا خرجت ليا تقريبا ديك 12، ولكن نتوما تخرج لكم هادي اللي درتوها كلها تخرج لكم واحد 30 بياسة أو أكثر، على حسب كيف غديرهم صغار ولا كبار. صافي هنا غندير الطحين دقيق وغنبدا نطلق العجين. شتي كي تشوف العجين اللي كثيرة تتجبد ما تتقطعش. صافي غندوزو هذاك التقابل. ما عندكمش نتوما هذا سميتو البيك فيت، ديروا فورشيط صافي فرشيطة. هنا غناخدو ها هي كي شفتو غنبدا نستفهم في لاطة من الأحسن نصيحة مني، من الأحسن ديرو بابي كويسون. غديرو بابي كويسون من الأحسن باش ما يلتصقش ليكم. هنا غنبداو نقطعو حتى نكملو الكمية. هنا نتوما تتحكموا في الحجم ديال بغيتوهم بغلاض بغيتوهم رقاق. انا لازم نحفظ لهم انهم يكونوا رقاق والعجينه ما تكونش غليظه. هنا من بعد ما كملت غندير هاد الصوص ديال الطوماط ديال البيتزا. احسن تكون جاهزه وسهله بلا ما تبقى تنوض صايبها وهذا. صافي غنكمل هذا. حنا كملنا غندير الزعتر. انا ضروري الزعتر تعجبني وتنديرو في البيتزا. هنا غنكمل هنا الزعتر ديالي باش نوريكم. وبالنسبه للطهي الفران نطلعوه 200 تيسخن مزيان ونزلوه 180. طيبوه من الفوق لتحت، او طيبوا الا عندكم جوج بلايص طيبوا من الفوق. هو يطيب الفوق والتحت، الطاوله طيب من التحت والطاوله غطيب من الفوق وعاوتاني قلبوها. هنا خويت الفرماج ديالي وغنديرو هنا الحشوه ديال اللي صايبنا قبيله اللي قلت لكم ما غتكونش ناشفه. هنا غنبقاو غاديين هكا بشويه حتى نكملو. نحاول ان نجيب الروز، نحاول ما نخرجوهاش الجوانب ديالها. صافي من بعد هنا ما كملت. هنا الفلافل تيبقاو هادشي تيبقى اختياري، والحشوة تبقى اختياري. انا تعطيكم هي كيفاش وشاركت معكم هي الطريقه كيفاش انا صايب البيتزا ديالي، وانتم تبارك الله راه عندكم واسع النظر وتتعرفوا تعرفوا احسن مني. هنا نديرو الزعتر. واخر مرحله هي اننا غنديرو الفرماج من الفوق.
كنقول لكم ندخلوا الفران على درجة حرارة 180 وسخنا من قبل على درجة حرارة 200 ونزلناه 180 باش ما تخطفش لكم التحرق. صافي هذا هنا ملي كملنا دابا حنا شي قلت لكم خرجت لي هنا الطاج ندخلها الفران ونخليوها شويه غير شويه تختمر غير شويه بغيتو ندخلوها هاي. نتمنى ان تنال الاعجاب ديالكم وهاي الى اللقاء فيديو اخر.